حاجه في شفشق الخلاط هنزل ب3 بيضات، معلقه كبيره من الخل عشان زفرة البيض، ربع معلقه صغيره من الملح، وزيها ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ربع كوبايه من الزيت. هنزل كمان بكوبايتين من الحليب، دي اول كوبايه ودي تاني كوبايه، وبنفس الكوبايه كوبايه وربع من الدقيق. نزلت بكوبايه من الدقيق ودي كمان ربع كوبايه من الدقيق، يعني كده المقدار كله كوبايه وربع من الدقيق. هضرب بقى كل المكونات دي كلها مع بعض لغايه ما تتكون معاكم عجينه سائله. وده شكل العجينه زي ما انتم شايفين. هاخدها بقى واصبها في الصينيه، وهجيب ورقه زبده واحطها في الصينيه. انا دهنتها في الاول دهنه زيت علشان ورقه الزبده تثبت، واهم حاجه لازم تكون ورقه الزبده مغطيه الحروف كده علشان لما نضيف العجينه، دي عجينه سايله ما تطلعش بره الصينيه. هنبتدي بقى ننزل بالعجينه. اول حاجه هنزل بيها موتزاريلا بالشكل ده، وبعد كده هنزل بالفلفل، كده هبتدي انزل بالسلامي، وبعد كده هبتدي انزل بالسوسيس، وهبتدي برضو اوزعه بنفس الطريقه. بعد كده هنزل بشرايح الجبنه، بنفس الطريقه. هنزل كمان بشرايح الجبنه الشيدر، هضيف شويه زيتون اخضر، كمان من الزيتون الاسود، واخر حاجه على الوش شويه من الجبنه الموتزاريلا. هي خلاص كده بقت جاهزه. هدخلها الفرن على درجه حراره 200، هتاخد من 20 ل 25 دقيقه، واول ما تستوي وتطلع من الفرن هرجع اوريها لكم. وده بقى شكلها بعد ما طلعت من الفرن. وبس كده وصلنا لنهايه فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم فيديو النهارده واستفدتوا منه يا ريت تشيروا الفيديو عشان غيركم كمان يستفيد.